مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. امبارح حصلت خناقه لطيفه يعني بين الاعلامي الاستاذ المحترم خير رمضان والاستاذ الدكتور المحترم برضه مدحت العدل. اللي ما تابعش الخناقه ديت، كان الاستاذ خير رمضان اتكلم قبلها بيوم في البرنامج او انتقد موقف الوزير من بعثه النادي الاهلي اللي هي بتشارك في كاس العالم للانديه، وكان شايف ان هو الوزير خد موقف سلبي، وانتقد ان الوزاره او الوزير لا اعلن مسانده الوزاره للاهلي ولا راح ودع الاهلي وهو طالع في المطار. وجهه نظره راجل اعلامي بيعمل شغل، ولكن زي ما احنا عارفين يعني الدكتور مدحت العدل ماسك خرزانه وقاعد على اكس. اي حد يقول كلمه كويسه في حق الاهلي او يساند الاهلي في اي موقف يديله خرزانتين. فما عجبوش الكلام، نزل تويته يهاجم فيها الاستاذ خير رمضان ويقول له ان الوزير واقف على مسافه واحده من الجميع، وان الاهلي تعادل مع سبق الدوري الامريكي. انا مش عارف ايه علاقه دي بدي، بس ماشي اوكي. الاعلامي خير رمضان طبعا ما سكتش وقال له ورد عليه وقال زملكاوي المتطرف مدحت العدل بيعلمني ازاي ما كنتش متطرف. انا خدت الموضوع من زاويه تانية، شفته بطريقه تانية. مدحت العدل او الدكتور مدحت العدل مع حفظ الالقاب طبعا راجل اكبر مني في السن ولكل احترام وتقدير، يكون اكبر مني في السن بكتير يعني. طول الوقت متبني او من الناس الاساسيه يعني من راس حربة فرقه المؤامره. ده راجل من الناس، هو واخوه جمال اللي قاعدين يقولوا الاهلي الدوله بتسنده ونادي العوامل الخارجيه والكلام اللي احنا عارفينه ده. ده راجل راس حربة في الموضوع يعني. انا عايز اعرف حاجه بس، الاهلي نادي الدوله صح؟ ولا الدوله واقفه على مسافه واحده من الجميع؟ زي ما حضرتك تقول، ما الدوله دي متمثله في مجال الرياضه في الوزير. بما انك بتقول ان الوزير واقف على مسافه واحده من الجميع، قلتها كده في ساعه صفا، او انت فاهم ان ما حدش هياخد باله، اذا الاهلي مش هي الدوله بقى، يبقى الدوله واقفه على الحياد، يبقى مفيش مؤامره. ولا هي بالمزاج ساعه تروح وساعه تيجي؟ ما هو مبدا عام ثابت واحد. بما ان الوزير اللي هو بيمثل الدوله واقف على مسافه واحده من الجميع، اذا الاهلي مش هي الدوله، اذا الدوله واقفه على مسافه واحده من الجميع. احنا بس بننسى، احنا مشكلتنا ان احنا بنقول كلام لان احنا مش مقتنعين بيه، فبيجي عليك وقت بترد عليه بطريقه غير مباشره. انت ما خدتش بالك، انا اكيد يعني اكيد ما تقصدش، واكيد انت لو واخد بالك ان في حد هياخد الموضوع بالزاويه دي مش تتكلم فيه، مش هتقوله اصلا. دي حاجه. تاني حاجه، كل واحد حر في وجهه نظره. زي ما انت قاعد تشتم الاهلي 24 ساعه وتهاجم الاهلي على الفاضي والمليان في اللي ليك فيه واللي مالكش فيه، الراجل برضه بيدافع عن الاهلي، هو حر برضه. انت مش حضرتك قاعد على منصه اكس؟ انا بتكلم بمنتهى الاحترام اهو عشان ما يطلعليش واحد في الحوصه يقل ادبه في التعليقات. الراجل حر يقول اللي هو عاوزه. انت مش قاعد كل واحد يقول كلمتين ما يعجبكش تشتمه او تهاجمه. ما تسيب الناس تتكلم، ما انت بتتكلم، انت مالكش فيها وبتتكلم. حد هيشك؟ سيب الناس تتكلم يا سيدي، سيب الناس تعبر. وعنده اعلامي وبيتكلم في موضوع عام، ما بيتكلمش في الكوره، وبيتكلم في المفروض ان الوزير يساند بعثه فريق مصر راحت في بطوله عالميه، فالمفروض يساعدها، صح ولا ايه؟ ما ساعدهاش، فالراجل بينتقد الموقف، ما جابش سيره الزمالك خالص ولا كلمك يعني، ولا هاجمك ولا دافع عنك ولا اتكلم. ما علينا، انا شفتها كده انبسطت من ان هو دافع عن الوزير. يعني هو كل لما يجي يتكلم اطلع له التويته اللي هو دافع عن الوزير دي. يلا ليلتكوا زي الفل.